في الفيديو ده انا هقولك ليه ما تروحش لحد يفعل لك القناه بتاعت اليوتيوب بتاعتك. كتير بتشوف اعلانات على الفيس، بتشوف اعلانات في كل حته، تفعيل قنوات اليوتيوب، تفعيل صفحات مش عارف ايه، تفعيل الربح، الكلام اللي بتشوفه ده كله. انا هقولك بقى ليه ما تروحش للناس دي وليه ما تعملش ده. فتعال نشوف الموضوع ده مع بعض ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه كده ان عايز اقولك ان 90% من الناس دي بيكونوا نصابين. يعني انت هتلاقي بيقولك مثلا هفعل لك القناه بتاعت اليوتيوب بتاعتك، او انا هعمل لك قناه يوتيوب ومتفعل عليها الربح والكلام الجميل اللي بتسمعه ده كله، مثلا في مقابل 4000 جنيه 5000 جنيه زي ما يبقى. كتير منهم نصابين، يعني انت هتدفع له الفلوس وشكرا مش هتشوفه تاني. طيب لو افترضنا ان هم مش نصابين وقعت في واحد ابن حلال هيعمل لك كل ده فعلا، ولكن هنا بقى في مشكله. انت اصلا عشان تفعل الربح على القناه بتاعتك انت محتاج تحقق 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده. يعني ايه باختصار؟ ال1000 مشترك واضحين، ال4000 ساعه مشاهده يعني لو انت مجموع فيديوهاتك اللي بتنزلها على القناه بتاعتك ساعه، يعني مثلا انت منزل فيديو نص ساعه وفيديو ربع ساعه وفيديو ربع ساعه، يعني كده مجموع الفيديوهات اللي عندك ساعه، فانت محتاج 4000 واحد يشوف الفيديو من اوله لاخره عشان تحقق ال 4000 ساعه. طيب الراجل ده بيجي يعمل لك الكلام ده، طيب بيعملها لك ازاي؟ بيجيب لك ال1000 مشترك، وال1000 مشترك دول في نوعين، في نوع بيكون وهمي، يعني بتبقى اكونتات فيك، هو بيعمل اكونتات او بيخلي في مواقع كتير بتقدر ان انت تزود منها المتابعين دول، ولكن دي اكونتات ما بيكونش ليها لازمه، يعني ما بتبقاش ناس بتتفاعل وناس حقيقيه. وبيبدا ان هو يشوف الفيديو، هو بينزل فيديو او بيطلب منك ان انت تنزل فيديو مثلا مدته ساعه ايا كان الفيديو ده محتواه ايه، وبيبدا ان هو يفتحه على الاكونتات دي ويفضل مخلي الفيديو شغال عشان يحقق ال 4000 ساعه اللي هم شروط تحقيق الربح. طيب دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه هنفترض ان هو يا عم جاب لك مشتركين حقيقيين وناس فعلا بتتفاعل معاك، او ان هو جاب لك قناه جاهزه اصلا وباعها لك. انت هتستفيد ايه؟ يعني انت مثلا بتعمل محتوى ولنفرض مثلا طبخ، رياضه، الناس المشتركين دول هم كانوا مشتركين على اساس المحتوى القديم، يعني ولنفرض مثلا ان انت اشتريت قناه كان محتواها رياضي وانت محتواك طبخ مثلا، اشتريت قناه من واحد كان بيقدم فيديوهات رياضيه فالناس كانت بتتابعه عشان هم حابين المحتوى ده، جيت انت اشتريت منه القناه، ما الناس دي هتلغي الاشتراك، يعني او الناس دي مش هتشوفك اصلا، الناس اللي كانت مشتركه دي مش هتشوفك اساسا، هي مش مهتمه بالطبخ. يعني انا واحد من الناس مثلا بحب الكوره، مش بالضروره عايز اتعلم طبخ او عايز اشوف فيديوهات عن الطبخ، فهتلاقي ان ال1000 واحد اللي عندك دول هم ملهمش لازمه، ال1000 مشترك دول ملهمش لازمه. دي حاجه. الحاجه التانيه ان اصلا انت عشان تحقق ربح من اليوتيوب فانت محتاج عدد مشاهدات كبير جدا، ومحتاج ان الشخص اللي يتفرج على الفيديو يكمله لاخره، او ان الشخص اللي يشوف الفيديو يشوف اطول مده منه. ففعليا الناس دي مش هتعمل ده، فانت كده تبقى مكسبتش اي حاجه، انت رميت فلوسك على الارض. لا انا شايف ان الفلوس اللي انت هتدفعها للشخص ده انت تشتري بيها مايك، تشتري بيها اضاءه، تظبط بيها الدنيا وتعمل انت محتوى وتتعب عليه ونزل فيديو فيديوهين في اليوم ما يجراش حاجه. الموضوع بيبقى متعب والموضوع بيبقى مش سهل، بس اقعد استمر واقعد نزل فيديوهات حتى لو انت محدش بيشوفك عادي جدا. عايز اقولك انك هتيجي في يوم تنام تصحى تلاقي فيديو عندك ضرب، وده حصل معايا. جيت في يوم كنت حاطط فيديو كان جايب 50 مشاهده ولا 60 مشاهده، نمت قمت لقيته 40000. فاتعب على المحتوى بتاعك وخلي الناس اللي هم مشتركين عندك اصلا هم من جمهورك، بحيث ان انت بعد كده اي حاجه هتنزلها هو مستني يشوفك انت، هو حابب ان هو يتابعك انت وحابب محتواك انت. فانت لو فعلت القناه بتاعتك مع الناس دي فعلا انت ما كسبتش اي حاجه، لان انت كده كده هتضطر ان انت تتعب على المحتوى بتاعك وتبني الجمهور بتاعك عشان يشوف الفيديوهات اللي هتنزلها فتقدر ان انت تحقق ربح. ده غير بقى ان عايز اقول لك ان الخوارزميات بتاعت اليوتيوب مش غبيه، يعني هو دلوقتي اليوتيوب لقى ان في قناه مثلا فيها 1000 مشترك، بس الشخص ده لما بينزل فيديو بيجيب مشاهدتين ولا 3، هنا اليوتيوب هيفهم ان في حاجه غلط. وعلى فكره اليوتيوب بقى واعي للموضوع ده، يعني اليوتيوب بقى فاهم ان في ناس بتعمل ده، فهتلاقي ان قناتك اتحطت في خانه ان يعني القناه دي فيها حاجه مش تمام، فانت اصلا اليوتيوب مش هيقترح فيديوهاتك للناس لان عارف ان في حاجه غلط، فانت فعليا كده هتبقى اذيت القناه بتاعتك من كل النواحي. يعني اولا انت عندك مشتركين مش مهتمين بيك اصلا وما يعرفكش، فانت وجودهم زي عدمه. في نفس الوقت انت دفعت فلوس للراجل اللي عمل لك الكلام ده، وفي نفس الوقت برضو اليوتيوب بقى فاهم ان انت عامل كده فمش هيقترح فيديوهاتك، حتى لو قعدت تنزل فيديوهات بعد كده مش هيقترحها للناس لانه عارف ان القناه دي فيها حاجه مش تمام. فنصيحتي ليك ابني جمهورك من الصفر ونزل الفيديوهات بتاعتك، وما تشغلش بالك بالاحصائيات، ما تشغلش بالك بالمشاهدات، ما تشغلش بالك باي حاجه من دي. وعايز اقول لك برضو ان انت مش هتحقق ربح ولا حاجه، انت هتقعد سنه بتتعب، هتقعد فتره كبيره بتتعب على الفيديوهات بتاعتك وبتتعب على المحتوى بتاعك، وممكن ما يكونش فيه مشاهدات كمان، بس عايز اقول لك ان كل ده انت بتحطه، يعني بتعمل اصل من الاخر.
يعني ايه بتعمل اصل؟ يعني انت بتعمل حاجه هي موجوده على اليوتيوب في يوم من الايام كده كده هتتشاف. يعني الفيديو اللي انا منزله دلوقتي ده هو لو ما اتشافش النهارده فهو في يوم من الايام لازم هيتشاف. وهتلاقي ان كل الفيديوهات اللي بتنزلها وكل ما بتنزل فيديوهات اكتر انت بتزود فرصه ان القناه بتاعتك تتعرف، وبتزود فرصه ان انت يجيلك دخل منها. فما تستعجلش موضوع الدخل وما تستعجلش الربح من اليوتيوب، لان الشغل على اليوتيوب مش سهل. فاتعب على المحتوى بتاعك، استثمر فلوسك دي في معدات فعلا تعلي الكواليتي بتاع الفيديو بتاعك، وهتلاقي القناه دي انا بنزل فيها فيديوهات ازاي تستخدم ابسط حاجه. يعني هتلاقي بقول لك ازاي الموبايل بتاعك تقدر تعمل بيه كل حاجه، مش لازم تشتري كاميرا، مش لازم تشتري سوفت بوكس واضاءه مش عارف عامله ازاي، لا هات لمبات كده عاديه واعملها في اطار خشب ومشي حالك. فما فيش حاجه اسمها انا لازم اشتري الاداه الفلانيه او المعده الفلانيه عشان اعرف اشتغل على اليوتيوب. اي حاجه اشتغل بيها. المايكات حتى معكش انك تشتري مايك، استخدم الهاند فري بتاعك، استخدم موبايل تاني كمايك قدامك، واظبط الدنيا في المونتاج. اتعلم مونتاج، لان انت بالمونتاج تقدر تظبط الفيديو حتى لو معمول بامكانيات قليله. فاستثمر في نفسك، والفلوس دي حطها في الادوات اللي معاك وحطها في تعليمك، واستثمر في نفسك احسن بكتير من ان انت تروح لحد يفعلك القناه بتاعتك، لانك فعليا مش هتكسب اي حاجه. متنساش بقى انك تشترك في القناه لو استفدت اي حاجه من الفيديو. وعلى فكره هتلاقي على القناه بنزل فيديوهات ازاي زي ما قلت لك كده تستخدم ابسط حاجه واي حاجه موجوده قدامك في ان انت تعمل المحتوى بتاعك. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.